الناس قلبت الدنيا امبارح بعد ظهور الانترا ام دي في الموكب الرئاسي، وسقطوا بقى الحدث الاكبر: وصول الوحش لتاني مره على الاراضي المصريه، عربيه الرئيس الامريكي كاديلاك وان، اسم الشهره بتاعها ذا بيست، مدرعه ومكتب متكامل على 4 عجلات. وعايز اقول لك ان هي من بره كاديلاك، بس هي في الحقيقه فيها تفاصيل اعمق من كده شويه. البادي مصنوع من مواد عسكريه، والعربيه طبعا مصفحه بالالومنيوم والصلب والسيراميك علشان تبقى مقاومه للرصاص والانفجارات. والابواب منظرها زي ما انت شايف كده، ويقال ان وزنها نفس وزن الباب بتاع الطياره البوينج 747. الازاز مش بيفتح، الازاز مكون من 5 طبقات سمكهم 5 بوصه علشان يقاوموا اي عوق. بس في الحقيقة العربية هي اللي عوق عشان تقدر تطلع غاز مسيل للدموع من قدام ومن ورا في حالة أي هجوم. طب لو أبو حنان تعرض لأي خطر، يعني رغم كل ده يقدر يعمل إيه؟ عنده حاجات كتير الحقيقة. عنده أسلحة متخزنة جوه، عنده أكياس دم بنفس فصيلته، ويقدر يتصل بالبنتاجون عن طريق القمر الصناعي. الكاوتش تحسه كاوتش اتوبيسات شوية، وهو ران فلات ومدعم بحاجة اسمها كيفلر. المفروض ان هو لو اتخرم يقدر يمشي عادي. وهو طبعا بيشيل عربية قد الداهية، وزنها بيعدي 9 طن. المفارقة اللطيفة بقى ان العربية دي اصلا واقفة على بلاتفورم عربية نقل اسمها جي ام سي توب كيك، والموتور اللي فيها 6600 سي سي سوبر تشارجد، بيطلع 470 حصان وعزم اكتر من 1200 نيوتن متر. وجنرال موتورز خدت اكتر من 15 مليون و800 الف دولار علشان تصمم العربية دي، والنسخة الواحدة سعرها 1.5 مليون دولار.